بدأت السلطات الجزائرية خطوات لاتخاذ قرار بحجب تطبيق لعبة الحوت الأزرق بعد الاشتباه بتسببها في أقل من شهر بانتحار 6 أطفال ومراهقين. وأشارت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي إلى مساع لحجب تطبيق اللعبة بعد تسببها في حالة ذعر وذهول وسط الشارع الجزائري. من جهتها دعت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط إلى ضرورة تكافل وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات من وزارة التربية وحتى وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال بصفتها المسؤولة عن حماية الفضاء السيبراني، وحتى وزارة العدل، من أجل التصدي للعواقب الوخيمة الناجمة عن استعمال الأطفال والمراهقين للألعاب الإلكترونية. وقالت بن غبريط إن المدرسة والمعلمين لن يستطيعوا وحدهم التصدي للظاهرة ومحاربتها، محملة أوليا الأمور جزءا من المسؤولية، ودعتهم لمراقبة أولادهم وهواتفهم الذكية. وأشارت إلى أن وزارتها ستعمل خلال الأيام المقبلة على تشكيل لجنة مشتركة مع العديد من القطاعات لبحث السبل الكفيلة للتصدي لظاهرة الانتحار عبر لعبة الحوت الأزرق وتوعية الأطفال عبر المدارس بخطورتها. وكانت الصحافة الجزائرية أفادت في 17 نوفمبر تشرين الثاني الماضي بانتحار طفل يبلغ من العمر 11 سنة في ولاية سطيف بسبب اللعبة، التي تسببت كذلك في 8 ديسمبر كانون الأول الجاري بانتحار طالبين في الثانوية في ولاية بجاية. يذكر أن الحوت الأزرق لعبة إلكترونية تحمل من تطبيقات رقمية تتألف من تحديات لمدة 50 يوما، وفي التحدي النهائي للعبة يطالب من اللاعب الانتحار. وجاءت تسمية الحوت الأزرق من ظاهرة انتحار الحيتان على الشواطئ. هذا القرار الذي اتخذته الجزائر يمكن أن يقوم به المغرب أيضا، حماية